الكلام اللي محدش عايز يسمعه عن النجاح. انت مش هتموت، وحتى لو مت مش هتهمك لانك هتبقى ميت. ايوه، دي فلسفة غريبة، بس لو فهمتها صح هتبطل تخاف من اي حاجة في الدنيا. النهاردة مش هنحكي قصص تحفيزية لطيفة، النهاردة هنقول الحقيقة القاسية اللي الناس الناجحة عارفاها كويس. النجاح مش محتاج تحفيز، محتاج انضباط ووجع دماغ. الحظ ده بيجي بعد ما تتعب. الناس دايما بتقول فلان محظوظ، فلان اتفتح له باب. طب تعرف ايه الحقيقة؟ الحظ مش بينزل من السما زي المطر. الحظ بيجي لما تشتغل لدرجة انك تحط نفسك في المكان اللي ممكن الحظ يظهر فيه. يعني مثلا ما ينفعش تقعد في البيت وتقول يا رب يجيلي فرصة شغل. لا يا حبيبي، لازم تطلع تتعب، تتشبك، تقابل ناس، وساعتها لما الفرصة تيجي هتبقى جاهز. بالبلدي كده، الحظ مش لكر، لازم تفتحه بمفتاح اسمه الشغل الجامد. انسى التحفيز، انت محتاج انضباط. تعرف الفرق بين التحفيز والانضباط؟ التحفيز زي الواحد لما يصحى الصبح ويقول النهاردة حماسي هروح الجيم. الانضباط لما تصحى تعبان مش نفسك في حاجة، بس تقول مفيش كلام أنا رايح الجيم. أغلب الأيام مش هتحس بالحماس، وده طبيعي. جسمك بيحب الراحة، ودماغك هيقولك خد يوم أوف، انت تعبان، انت نمت 6 ساعات بس اللي بيفرق هو انك تروح رغم كل ده. لما توصل الجيم وتبدأ هتحس انك كويس، ولما تخلص هتحس انك بطل. بس الجزء الصعب هو البداية، وده اللي بيفرق بينك وبين 99% من الناس. ليه النجاح بقى سهل دلوقتي؟ لأن أغلب الناس ضعفاء. مش قصدي أهينهم، بس دي الحقيقة. أغلب الناس مش عايزة تعمل الميل الزيادة. أغلب الناس مش عايزة تستحمل الألم والوحدة. أغلب الناس بتستسهل إنها تقول خلاص أنا تعبت مش هكمل. والاستسلام سهل جدا، ده أسهل حاجة في الدنيا. بس الصعب إيه؟ إنك تقوم كل يوم وتشتغل بنسبة 100% وما تشوفش نتيجة، وبعدين تقوم تاني يوم وتقول النهاردة هحاول أكتر. ده أصعب شيء، إنك تفضل تحاول وتحاول وتحاول وإنت في نفس المكان، بس جواك عارف إنك بتتقدم. السؤال الوحيد، قد إيه إنت عايزها؟ لو إنت عايز النجاح زي ما إنت عايز تتنفس أو تنام أو تعيش، ساعتها أنا أقدر أشتغل معاك. بس لو عايزها على قدها، يبقى عادي، ما تستغربش إنك مش هتوصل. الناس دايما بتسأل إزاي وصلت للمكان ده؟ والإجابة إنت عارف إزاي، بس مش عايز تعمل اللي أنا عملته. أنا عايز أشوفك لما تبقى تعبان، عايز أشوفك إزاي بتدفع نفسك لما محدش شايفك، عايز أشوفك تقوم تاني يوم وتالت يوم ورابع يوم من غير ما تستسلم. مفيش هاكس، أنت ضد نفسك. مفيش اختصارات يا صديقي، اللعبة كلها أنت ضد نفسك. مش أنت ضد الظروف، مش أنت ضد الحكومة، مش أنت ضد الناس. أنت ضد صوتك الداخلي اللي بيقولك بكرة مش النهاردة. ولو ما فهمتش ده كويس، يبقى عندك مشكلة حقيقية. الأوقات الصعبة بتخلق رجالة أقوياء. في مقولة بحبها جدا، الأوقات الصعبة بتخلق رجالة أقوياء. الرجالة الأقوياء بيخلقوا أوقات سهلة. الأوقات السهلة بتخلق رجالة ضعفاء، والرجالة الضعفاء بيخلقوا أوقات صعبة. إحنا دلوقتي في عصر الرجالة الضعفاء والأوقات الصعبة. في لحظة بيحس فيها كل شاب إن محدش جاي ينقذه، وساعتها بيبقى راجل حقيقي. لكن في ناس كتير ما بتوصلش للحظة دي خالص، وتفضل أطفال طول عمرها. كن وحشا بس متحكما. لازم تبقى وحش، تبقى طموح بلا رحمة، وبعدين تتعلم إزاي تسيطر على ده. المثل القديم بيقول أحسن تبقى محارب في جمينة من بستاني في حرب. يعني إيه؟ يعني خلي عندك القوة والمهارة حتى لو مش محتاجها دلوقتي، لأن لما تحتاجها وما تلاقيهاش هتندم. الانضباط أكبر من الموهبة. من غير انضباط أنت ملكش قيمة. ممكن تبقى موهوب جدا، بس لو مش منضبط هتستسلم عند أول صعوبة. الانضباط معناه تعمل اللي انت كارهه وكأنك بتحبه. أيوة صعبة، بس دي الحقيقة. الخوف الحقيقي إنك ما توصلش لإمكانياتك. أكبر خوف مش الفشل، الخوف الحقيقي هو إنك تفضل تأثر، تفضل تستسلم، تفضل تأجل، وفي يوم تبقى عجوز وتبص ورا وتقول كنت ممكن أبقى عظيم. ركز على نفسك وابعد عن الضوضاء. حان الوقت تبطل تسمع البودكاستس كتير، تبطل سوشيال ميديا،
تبطل محاولات إنك تندمج مع الكل عشان الناس ما تقولش عليك غريب الأطوار. ليه أنت مش بتطلع معانا؟ لأني بشتغل على نفسي. ليه دايما بتدرس؟ عشان أنا عايز أوصل. النوادي والحفلات مش هتروح حتة، بس وقتك هيروح. الناس بتشجع بس لما ما تحتاجش تشجيع. الحقيقة المرة، الناس بتشجع اللي مش محتاج تشجيع. لما تبقى لوحدك في طريقك مختلف عن أصحابك لكن لسه مش ناجح بما فيه الكفاية، ده الوقت اللي محتاج فيه دعم. بس الناس ساعتها فين؟ مش موجودين. لما تنجح وتوصل كلهم يقولوا واو انت رهيب، بس ده الوقت اللي أقل ما تحتاج فيه دعمهم. عشان كده لازم انت اللي تكون أول واحد يشجع نفسه. تسقف لنفسك في قاعة فاضية، تصفيقة واحدة بطيئة بس تفضل تسقف كلاب. الحياة مش عادلة. وبعدين الحياة مش عادلة خالص. طب وبعدين هتقعد تعيط ولا هتعمل حاجة؟ أنا عرفت من زمان إن محدش جاي ينقذني. مفيش معجزة هتحصل. المنتاليتي بتاعتك هي الحاجة الوحيدة اللي هتعديك الحياة. Can't hurt me. ما ينفعش يأذوني. لما تخرج من أسوأ مكان في حياتك وتبص حواليك وتقول مفيش حاجة تقدر تأذيني، لو صدقت الكلام ده هيبقى حقيقي. هيجي يوم هتتقرف من نفسك. في يوم هيجي هتحس إن كونك عادي أو متوسط بقى حاجة مقرفة. هتشوف ناس أقل منك موهبة بقوا حاجة وإنت لسه مكانك. اليوم ده ممكن يجي وإنت صغير لما تفشل في الملعب، أو لما تتفصل من خامس شغلانة ومراتك وعيالك مش عارفين يعيشوا إزاي. ساعتها بس هتقوم من على طيزك وتعمل حاجة. الإمكانيات كانت جواك من زمان بس إنت مش عايز تطلعها لأن ده محتاج ألم والتزام. القوة مع صباع اللوم. لو بتلوم الحكومة يبقى الحكومة عندها القوة. لو بتلوم شريك حياتك يبقى هو أو هي عندهم القوة. بس لما تقول دي مسؤوليتي، ساعتها أنت اللي عندك القوة. حتى لو مش غلطتك ما تفرقش. يعني مثلا واحد اتولد من غير رجل ممكن يقول أنا مش هقدر أجري ماراثون، أو يلبس رجل صناعية ويجري. الاختيار ليك. الزبدة، الحظ مش هيجيلك. حط نفسك في الموقف اللي يخليه يحصل. التحفيز كداب، الانضباط هو اللي يخليك تكمل. انت ضد نفسك مش ضد الدنيا، ضد كسلك وخوفك. الناس مش هتشجعك لحد ما تنجح، فشجع نفسك بنفسك. الحياة مش عادلة. وبعدين اعمل حاجة، ما تبقاش متوسط لأن في يوم هتتقرف من نفسك. سؤال صعب النهاردة: ايه الحاجة اللي كارهها في حياتك دلوقتي لكن عارف انها لو عملتها هتغيرك تماما؟ اكتبها في الكومنتات وقول لنا امتى هتبدأ فيها. وما تنساش مفيش حد جاي ينقذك، انت اللي لازم تنقذ نفسك.